السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. أنا مسؤول عن كلامي اللي راح أحكي لكم إياه. بالنسبة للسجون المتواجدة بسوريا اللي كان مسؤول عنها عصابات المجرم بشار. بالبداية في عندنا بجبل قاسيون في نفق سري تعبر منه سيارات رئاسة الجمهورية، بيمتد من المالكي لداخل الجبل وصول للقصر الجمهوري، وفي مهبط طائرات داخل القصر الجمهوري، وفي سجن كبير بكفر سوسة تحت مبنى إدارة الدولة. السجن كبير جدا، بيمتد من أول مفرق البرامكة وصول لاوتوستراد المتحلق الجنوبي، وداخل هالسجن آلاف المعتقلين. وفي سجن بباب مصلى تحت البحر بالضبط، بيتم الدخول له من مبنى الأمن الجنائي. السجن كبير جدا، بيمتد من أسفل مبنى الفرع وتحت ساحة باب مصلى وأسفل المسجد المتواجد عند الدوار فيه 14 معتقل سياسي. ال 14 معتقل سياسي من الشخصيات البارزة السياسية تم وضعهم هناك للتمويه. وفي سجن بمبنى الأيتام المواجه لإدارة أمن الدولة، وهالسجن خاص فقط بالنساء. وفي سجن كبير جدا بالسومرية بالقرب من كراج السومرية داخل مكتب أمن الفرقة الرابعة، متواجد بالسجن أكثر من 1700 معتقل وبينهم 86 امرأة و22 طفل. وفي سجن بالصبورة داخل اللواء 41 الفرقة الرابعة، متواجد فيه 900 معتقل. وعند الدخول لمطار منزل العسكري في سجون تحت المباني الإدارية، وفي هنجارات الطائرات تحتهن، متواجد فيه 2000 معتقل. في المربع الأمني بكفر سوسة يلي بضم 9 أفرع أمنية، وكل سجن فيه طابقين تحت الأرض. وبتوصل هاي السجون اللي هي مرتبطة ببعضها من كفر سوسة شارع التوجيه لتحت مبنى القضاء العسكري وكلية الآداب والطب وأسفل مستشفى الأسد الجامعي. وهالسجن كبير جدا، فيه 7000 معتقل. وفي سجن بصحراء تدمر يبعث له هاي السجون المتواجدة. حق علينا يتحرروا يلي متواجدين ومسجونين. الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء تعميم هالمقطع.